السلام عليكم وأهلا بكم. الدولة هي جزء من انعكاس صورة المواطن من احتياجات وخدمات، وبالتالي لما توفر الخدمات وتحقق ظهير ليها هيكون أمر إيجابي جدا. حلقتنا المرة دي مختلفة لأنها بتتكلم على حاجة مهمة المصريين بيشوفوها صمام أمان دايما، وهي نفس النظرة اللي الدولة نفسها بتتعامل بيها مع الكنز ده. فلما نلاقي منه ظهير بكمية كبيرة ومهولة هيكون الوضع مختلف وأفضل مما كان عليه قبل كده. في المراية هنكشف كل التفاصيل وهنتطرق للاستقرار الاقتصادي الكلي اللي متوقع يحصل بعد الكشف عن الكنز الجديد. جهز فنجان قهوة مظبوط عشان يبقى على مستوى الكلام. أخوكم محمد فرج يحييكم، ويلا بينا نبدأ الحلقة. من كام يوم وزارة البترول أعلنت عن اكتشاف منجم جديد للذهب بمنطقة أبو مروات، وده أثار التساؤلات الكتيرة عن التفاصيل وعن أسعار الذهب الفترة اللي جاية. إيه اللي هيعود على المواطنين في ظل ارتفاع مهول جدا لأسعار الذهب الفترة الأخيرة؟ ما بين صعود وهبوط، بس القمة خدت وقتها شوية وما نزلتش للقاع. البترول اعتبرت المنجم ده من المناجم الواعدة، وحط خط تحت الكلمة لأنها أول مرة توصف منجم بالوصف ده، منجم واعد، يبقى في حاجة جديدة. المنجم خليني أقول لك بيحتوي على احتياطي استراتيجي يوصل لحد 290 ألف طن، وده هيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد القومي لأنه هيكون إنتاج اقتصادي واعد وهيكون له مردود واضح. خلي بالك الكشف ده اعتبروا الاقتصاديين هيرسم صورة واعدة للاقتصاد المصري، أو هيعيد رسم الصورة بشكل كامل، وهيساعد في تحقيق إيرادات كبيرة وهيخلق فرص عمل كتير للشباب. كمان هيساعد في تدعيم احتياطي الذهب الخاص بالاقتصاد، وده هيبقى نقطة تحول كبيرة في قطاع التعدين وإنتاج الذهب في مصر. إيه أهمية الكشف الجديد ده وليه اتوصف بأنه واعد؟ منجم الذهب اللي تم اكتشافه حديثا في مصر وتحديدا في الصحراء الشرقية عنده القدرة على إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي مرة تانية، وبفضل الاحتياطات الكبيرة والاهتمام العالمي هيرسم الاكتشاف ده مستقبل مشرق لصناعة الذهب في مصر، وده بيأكد ظهوره كلاعب رائد في مجال التنقيب عن الذهب عالميا. كمان النائب محمود عباس الصعيدي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب قال إن اكتشاف منجم الذهب الجديد بيحتوي على احتياطي استراتيجي بيصل ل 290 ألف طن، وهيكون له نتائج إيجابية على الاقتصاد المصري. وشدد كمان على ضرورة الإسراع في عمليات التنقيب والإنتاج لتحقيق النتائج وتدعيم احتياطي الذهب في مصر. طب ليه شركات التنقيب مهتمة بالتنقيب في مصر تحديدا؟ شركات التنقيب مستمرة في عملها في مصر بكل قوة، وفي إقبال كبير على مجال التنقيب في الذهب لأنه مجال قوي وحيوي وهيكون بمثابة بوادي الخير لمصر. إنتاج الذهب بيتركز بمصر في 3 مواقع بالصحراء الشرقية، هي جبل السكري ومنطقة حمش ووادي العلاء. هل يا ترى الكشف الجديد ده هيساهم في خفض أسعار الذهب؟ وده السؤال المنتظر والمتوقع. أسعار الذهب بتتعلق بالعرض والطلب، وبالتالي عند زيادة المعروض من الذهب ده هيؤدي لانخفاض الأسعار، ما يدل على توقعات منطقية جدا بأن أسعار الذهب هتنخفض الفترة اللي جاية بسبب اكتشافات مناجم الذهب الجديدة. ولو تم التسريع في عملية الكشف هنشوف أسعار تانية خالص. كان في كلام عن مغادرة عدد من شركات التنقيب عن الذهب مصر. إيه صحة الكلام ده؟ كلام فاضي طبعا، مفيش حد مشي، ودي إشاعة مغرضة. انت المجال الاقتصادي واعد جدا، والشركات اللي بتشتغل فيه بتكون عوائدها من الذهب كبيرة جدا وخيالية، عشان كده مش بتحتاج تغيره لدولار، لأنه باختصار الذهب بيساوي كل عملات العالم وظهير اقتصادي قوي جدا. كان في مطالب بتدشين منطقة حرة لتداول سبائك الذهب. في مطالب كتيرة فعلا في مصر بضرورة تدشين منطقة حرة لتداول سبائك الذهب، وكمان إلغاء الرسوم على الذهب الوارد من الخارج، لأن إتاحة الذهب بيدي انتعاشة وقوة للاقتصاد والجنيه المصري. الحقيقة مصر الفترة الأخيرة عملت تعديلات في منظومة عمل قطاع التعدين، وده ساهم في جذب استثمارات الشركات العالمية عشان تدور على الذهب والمعادن الثمينة. وبالفعل احنا لازم نسرع عمليات البحث والتنقيب عشان نحقق نتائج إيجابية وبسرعة، لأن التأخير مش في صالحنا تماما في الظروف الاقتصادية اللي احنا بنعيشها. مصر وقعت اتفاق مؤخرا بخصوص الذهب. يا ترى ايه تفاصيل الاتفاق ده؟ مصر الفترة الأخيرة وقعت عقد التنقيب عن الذهب مع شركة EKH جولد البريطانية، الشركة دي بريطانية، للبحث والتنقيب عن الذهب، وده كان على مساحة 350 كيلومتر مربع بمنطقة بئر أسد وجبل الميت بالصحراء الشرقية، وده في إطار توسع الشركة البريطانية في الاستثمار للبحث عن الذهب في مصر.
بعد ما فازت بعدد من المناطق في المزايدة العالمية للبحث عن الذهب بجولتيها الأولى والثانية. ليه الشركات مهتمة بالتنقيب عن الذهب في مصر؟ واشمعنى الذهب بالذات؟ الذهب سلعة ليها بريق وسلعة تسويقها سهل جدا ومطلوبة على مستوى الدول وعلى مستوى الأفراد، وبالتالي دعم القطاع ده وإعطائه الحافز للدخول لاستثمارات وطنية أو أجنبية هيدفع الدنيا كلها لقدام. كمان صناعة الذهب من أهم الصناعات الموجودة في الدولة المصرية، لأن الذهب بيتم تسعيره بالدولار، واكتشاف مناجم جديدة للذهب بيزيد كميات الذهب المعروضة. وعشان نحقق النجاح المضمون لقطاع التعدين بصفة عامة والاكتشاف والتنقيب عن الذهب بصفة خاصة، لابد من الاعتماد على أمرين: الأول الشركات المؤهلة للقيام بموضوع التنقيب والاستكشاف، والثاني التسريع من العمليات نفسها. يا ترى إيه أهم مواقع إنتاج الذهب في مصر؟ مصر عندها حوالي 270 موقع لإنتاج الذهب، منها 120 موقع ومنجم معروفين تم استخراج الذهب منهم في العصر اللي فات أو قديما بمعنى أصح. وبيتم استخراج الذهب بطريقتين: التقليدية الأولى وهي حفر المناجم وتفتيت الصخور اللماعة، الثانية هي الحديثة وبيتم من خلالها عمل دراسات جيولوجية لمناطق تواجد الذهب في طبقات الأرض الداخلية، واستخدام آلات ضخمة وكبيرة بتقوم بحفر بؤر عميقة في المناطق، وبعدها بيتم استخراج المعدن بشكله الخام من الصخور والمعادن، وبعدين بيتم تنقيته من الشوائب والمعادن الأخرى اللي معاه عشان يخرج لنا بالشكل المعروف. قبل ما اسيبك خلينا اجاوب على السؤال الازلي: هو فين السكري من كل ده وشفنا منه ايه؟ بناء على احدث التقارير الاخيره، شركه سنتامين صاحبه استغلال منجم السكري للذهب في مصر اعلنت ارتفاع انتاج المنجم للسنه الثالثه على التوالي بواقع 450 الف اوقيه خلال 2023 مقابل 441 الف في 22. الشركة حققت إيرادات بقيمة 891.3 مليون دولار خلال العام اللي فات مقابل 700 وكسور مليون في 22. يعني الزيادة ما بين 22 و 23 بنتكلم في 13%. من المتوقع بقى إنتاج المنجم يوصل ل 500 ألف أوقية في 2024. مصر بتحقق 50% من الإيرادات دي بناء على العقد المبرم مع الشركة. نتمنى ان منجم ابو مروات يحقق اضعاف السكري وكل المناجم التانية ويكون فتحة خير علينا تدينا بصيص امل في اللي جاي. ولا رايك ايه يا ريس؟ ما تنساش تقول لنا رايك في التعليقات وتدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب عشان صوتنا يوصل لكل مكان. سلام عليكم ونشوفكم دايما على الف خير.